عشان اشتغل دكتور في مصر محتاج ايه؟ محتاج شهادة الامتياز وترخيص مزاولة المهنة وكارنيه النقابة. التلاتة دول لو مش معايا حاجة منهم انا مش من حق اشتغل دكتور، سواء كنت طالب طب او طالب امتياز او اي حاجة. تمام؟ اي حاجة من دول لو انت في مكان بتشتغل دكتور وانت مش معاك الكلام ده انت منتحل لشخصية طبيب، ودي فيها مستقبلك كله يضيع وممكن حياتك كلها تضيع لو حصل اي مشكلة معاك، وبالتالي انا في غنى عن الكلام ده. طيب الوضع الاقتصادي صعب وانا مضطر اشتغل، ممكن اشتغل ايه؟ ممكن اشتغل في الترجمة الطبية لبعض المواقع، ممكن اشتغل في شركات التأمين مجرد دوري او ورقية، حاجات ورقية بس. ممكن اشتغل في الترجمة الفورية لبعض الشركات الخارجية، بيبقى في مرضى عرب في اوروبا او في امريكا ومحتاجين دكتور يترجم للاطباء الاجانب دول، برضو ده مفيش فيه اي مشكلة. طيب ممكن اشتغل حاجة بقى ملهاش علاقة بالطب، زي لو انا عندي موهبة حاجات اونلاين، فيديو اديتنج، فوتوغرافر، عندي حاجة بعرف اشتغل وابيعها اونلاين. ايا كان، انا مجرد الهدف من شغلي بتاعي ايه؟ الهدف من شغلي ان انا في يكون عندي وقت للتدريب اللي هو الاساسي، واهم حاجه ان انا اعرف اتعلم، ويكون في نفس الوقت عندي دخل مناسب لاحتياجاتي الاساسيه. انا مش داخل، انا مش عايز اعمل ثروه، مش عايز اعمل فلوس، مش عايز اشيل فلوس، انا في فتره تدريب بس. ظروف اقتصاديه ووضع اقتصادي جابرني، او انا مفروض عليا ان انا لازم ادخل فلوس محتاجها، خلاص بشتغل اي حاجه تساعدني وانا بتدرب. لان افتكر ان انت شغلك الاساسي دكتور، انا عايز اكمل في الكارير، مش عايز اشتغل حاجه تانية، وبالتالي انا محتاج ابقى دكتور شاطر، محتاج اذاكر، محتاج احضر المستشفى. فمش هيبقى عندي فول تايم ان انا اشتغل وقت كامل بشتغل الشغلانه التانية دي.